يوم 7 نوفمبر سنة 1934 نشرت جريدة مصرية شهيرة خبر عن أب انتقم لبنته من جوزها وعيلته كلها أشد انتقام بعد ما خلوها خرصة. بتبدأ القصة في منطقة النوبة التابعة لمحافظة أسوان سنة 1929 مع عبد الحميد. عبد الحميد في الوقت ده كان راجل موظف بسيط في مصلحة حكومية تابعة للمنطقة، وكان متجوز من صفاء بنت ابن عم أبوه، لأن من تقاليدهم في الوقت ده إن كل واحد لازم يتجوز من عيلته. وخلف منها بعدها بنته الكبيرة صفية، واللي ساعتها كان عندها 20 سنة، وبنته يمنى واللي كان عندها 17. وكان بيحب بناته جدا ومتعلق بيهم، وكان يعتبر عايش عشانهم، وما كانش بيهمه الكلام بتاع إن خلفته كلها بنات، وإنه لازم يجيب ولد عشان يشيل اسمه من بعده. وكان مكتفي ببناته ومبسوط بيهم جدا. وطول الوقت كان في ناس كتير بتتقدم لهم، لكن كان عبد الحميد دايما بيرفض، وكان شايف إن بناته يستحقوا الأحسن دايما أيا كان مين اللي بيتقدم لهم. لحد ما في يوم طلب منه كبير العيلة إنه يتكلم معاه، ولما راح له عبد الحميد كلمه الراجل عن إن بناته بيكبروا في السن، وما ينفعش كل ما حد يجي يحاول يفكر يتقدم لهم يقف قصاده ويخوفوا منه. لكن قال له عبد الحميد ساعتها إنه ما بيبقاش قاصد، وإنه بس مستني يشوف لهم حد كويس من كل حاجة، لأنه تعب فيهم وفي تربيتهم. وإنه فوق كل ده دخلهم الكتاب وعلمهم القراية والكتابة. فعرفوا كبير العيلة وقتها إن يوسف ابن عبد الستار قريبه عايز يتقدم لصفية بنته، لأنه شافها من قريب في فرح، لكنه خايف منه وحس إنه ممكن يرفضه. فقال له عبد الحميد ساعتها إنه كويس لأنه فعلا كان هيرفضه. فسأله كبير العيلة عن السبب اللي خلاه يقول حاجة زي كده، على الرغم من إن يوسف واخد أعلى شهادة وبيشتغل حكيم، ودي حاجة مش كل الناس تقدر تعملها، وكمان أخلاقه الناس كلها تشهد بيها. فقال له عبد الحميد ساعتها إن السبب في أمه مرات عبد الستار، لأن الناس كلها عارفة إنها ست صليطة اللسان، وإنها دايما بتعمل مشاكل من غير سبب مع الرايح واللي جاي، وكمان بتتدخل في كل حاجة اللي ليها واللي ملهاش. وهو يخاف على بنته منها لأنها غلبانة ومش قدها ولا قد لسانها، هي واخواته البنات، خصوصا يعني إنه عارف إن يوسف ده ناوي لما يتجوز مع أهله في نفس البيت، يعني الست دي وبناتها ممكن يفضلوا يضايقوا في بنته في الطلعة والنازلة. فاتضايق كبير العيلة منه وقتها جدا، وقال له إنه ما ينفعش لما يجي يناسب ينسى الراجل ويمسك في الست، لأن عبد الستار وابنه أخلاقهم على أعلى مستوى. وما ينساش كمان إن الست اللي هو بيقول عليها صليطة اللسان دي هي بنفسها اللي ربت يوسف، وهو لو كان شايف إن أخلاقه فيها حاجة غلط ما كانش شايعله من الأول، وخلاه يجي عشان يكلمه في الموضوع من أساسه. ولو موضوع إن بنته هتتجوز في نفس البيت ده مضايقه، يقدر يشرط عليهم من ضمن الاتفاق إنه يجيب دوار بعيد عن دوار أهله، على الرغم من إنه ضد الفكرة دي وشايف إنه هيكون أحسن لو البنت قعدت مع حماتها وحببتها فيها. وحاول عبد الحميد ساعتها يتحجج بأي حاجة تانية، لكن فضل كبير العيلة ساعتها مصر على كلامه، وطلب منه إنه يديلهم فرصة بس ويقعد معاهم زي قعدة تعارف كده. وهو بنفسه لو حس إن الست دي ممكن في يوم تمشي كلامها على ابنها هيوقف الجوازة كلها ويخليه ياخد بنته ويمشي. فقرر عبد الحميد ساعتها يدي للموضوع فرصة، واتفق معاه وقتها على الوقت اللي هيقعدوا فيه قعدة التعارف، وإن لو الأمور مشيت تمام هيقروا فاتحة. ورجع عبد الحميد بعدها على البيت وعرف صفاء مراته باللي حصل، واتبسطت وقتها جدا لأنها كانت عارفة إن عبد الحميد مش هيسيب بناتهم يتجوزوا غير بالطريقة دي. ويوم المقابلة راحوا كلهم واتجمعوا في بيت كبير العيلة، ويتفاجئ عبد الحميد ساعتها إن أم يوسف ما جاتش القعدة. فقررت صفاء إنها تسأل عليها ساعتها، فقال لهم عبد الستار إنها تعبانة شوية، وكمان كده كده قعدة الاتفاق دي بتبقى قعدة رجالة وملهاش علاقة بالحريم. فاتضايق عبد الحميد وقتها جدا، لأنه ربط موضوع عدم حضورها بإنها ممكن تكون مش موافقة على الجوازة. فقال ساعتها لعبد الستار إنه مش جاي عشان يتفق، إنما جاي عشان يتعرف عليهم، لأنهم قرايب وكل حاجة، لكنه ما يعرفش حاجات كتير عنهم لدرجة تخليه يديلهم بنته. فاتضايق عبد الستار ساعتها جدا، لأنه حس من طريقة عبد الحميد إنه جاي غصب عنه، وقرر ساعتها يسأله بكل وضوح لو مش عايز الجوازة. وتعصب عبد الحميد بعدها عليه، لكن قدر كبير العيلة ساعتها إنه يهديهم، وطلب منهم إنهم يهدوا لأن مفيش حاجة مستاهلة كل اللي هم بيعملوه. وخد بعدها عبد الحميد على جنبه وقال له إن هو اللي قال عبد الستار ما يجيبش مراته، لأنه كان عايز يشوف هل هي بتقدر فعلا تمشي كلامها عليهم ولا لأ، لكنهم أثبتوا له عكس كده، والدليل على ده إنهم جايين لوحدهم أهو. فصدقوا عبد الحميد ساعتها ورجع قعد معاهم، وابتدى يعملهم بشكل طبيعي، وفضل يسأل يوسف عن حاجات كتير في حياته، وحس من طريقته إنه طيب وغلبان. وهو كمان سأل عن تفاصيل حياة صفية لحد ما اقتنعوا ببعض. وقرر عبد الحميد إنه ما يهتمش لموضوع أم يوسف ويتعامل معاه على إنه هو
لأنه حس إنه مناسب لبنته. فقرروا وقتها يقروا الفاتحة واتفقوا على كل حاجة، وما حطش عبد الحميد شرط على الشقة، لأنه قرر يسمع بنصيحة كبير العيلة ويسيب البنت تتعود على حماتها وتحاول تتقرب منها وتكسبها. وكل ده كان من غير ما أم يوسف تعرف حاجة. وحددوا بعدها يوم عشان يشتروا فيه العفش، ودي كانت أول مرة تشوف فيها صفية حماتها. وعملتها أم يوسف وقتها بطريقة كويسة جدا، واعتذرت لها هي وأهلها عن موضوع إنها ما قدرتش تحضر قراية الفاتحة بسبب إنها كانت تعبانة شوية مش أكتر. وفضلت طول وقت الخطوبة وتحضيرات الجواز بتعامل صفية وأهلها بطريقة كويسة جدا. فاطمن عبد الحميد ساعتها وشك إن الناس اللي كانت بتقول عنها الكلام ده هم اللي ظالمينها مش أكتر، واطمن وقتها للجوازة أكتر وأكتر. وبعدها بأقل من 3 شهور عملوا الفرح، وحضروا ساعتها العيلة كلها، وكانوا مبسوطين للعريس والعروسة جدا، وكانوا شايفين إنهم لايقين على بعض، وكانوا بيحسدوا صفية واللي صبرت لحد ما اتجوزت حكيم، وما كانوش مصدقين إن أخيرا عبد الحميد وافق يجوز واحدة من بناته. وعدى بعدها أول أسبوع على خير، لكن من أول يوم في تاني أسبوع للجوازة صحيت صفية من النوم على صوت تخبيط شديد على الباب. وأول لما فتحت الباب اتفاجئت بحماتها، واللي كانت بتسألها عن السبب اللي مخليها نايمة لحد دلوقتي، على الرغم من إن الساعة كانت 5 الفجر. وطلبت منها وقتها تلبس هدومها وتنزل معاها فورا لأن قدامهم شغل كتير. فاستغربت صفية وقتها جدا من طريقتها، لكنها خمنت إن ممكن يكون عندهم مناسبة أو حاجة، وعشان كده بتستعجلها مش أكتر. فلبست صفية ساعتها هدومها ونزلت بعدها لحماتها، واللي اتفاجئت وقتها بإنها بتطلب منها إنها تحضر الفطار للبيت كله، وده بعد ما تخلص ترويق الشقة. لكن فضلت صفية ساعتها غلبانة وبتحاول إنها تديها في مبررات، وقالت إنها ممكن تكون بتختبرها مش أكتر. وسمعت ساعتها كلامها وعملت لها كل اللي هي عايزاه، لكنها لقت إن الموضوع بقى بيتكرر معاها يوميا، وإنها بقت مسؤولة عن كل حاجة في بيت مكون من 3 أدوار، وإن مفيش حد حتى بيحاول يساعدها سواء حماتها أو من إخوات يوسف البنات. ولقت كمان إن يوسف كل شوية يعمل خلطة ويديها لها، وكان بيقول لها إن دي شوية فيتامينات مش أكتر، لكنها كانت شاكة في الموضوع. فقررت صفية ساعتها إنها تشتكي لجوزها، وقالت له وقتها إنها مش تقدر إنها تعمل كل ده لوحدها، وإنه يتكلم مع عمه ويحاول يقنعها تخلي أي حد يساعدها لأنها مكسوفة تطلب منهم. لكنها اتفاجئت وقتها بإن يوسف بيضربها بالقلم، ومن شدة الألم وقعت صفية على الأرض، وما اهتمش يوسف ليها، وقال لها إنه مستحيل يطلب من إخواته البنات إنهم يخدموها ولا أمه، وإن هي اللي ملزمة تعمل كل ده سواء عجبها أو لأ. ووقتها كانت الصدمة الحقيقية لصفية، لأن كان حتى يوسف جوزها ظهر على حقيقته، لكنها قالت له ساعتها إنها اتجوزت عشان تبني عيلة مش عشان تشتغل خدامة عندهم. وطلبت منه ساعتها إنه يطلقها ويشيع على أبوها والكبير العيلة عشان تشهدهم عليه. لكنها اتفاجئت ساعتها بإنه بيضربها المرض أكتر من الأول، وقال لها إنها مستحيل حتى تشمها، وألزمها ساعتها إنها تعمل كل اللي أمه وإخواته عايزينه، وما تنساش الخلطة وإلا هيتعامل معاها بالعين الحمراء. ومنعها ساعتها من إنها تروح لأهلها. وبعد اللي حصل بفترة فضلت صفية مختفية عن أهلها، وكل ما أمها تروح عشان تزورها أو أبوها أو أختها يمنى يقولوا لهم ساعتها إن يوسف خدها وخرجوا عشان يشموا شوية هوا، أو إنهم لسه راجعين من بره ونايمين. وفي الأول كانوا فاكرين إن الموضوع عادي، لكن عدى ساعتها شهر ومفيش أي خبر عن صفية ولا شافوها. وفضلوا يحاولوا ساعتها إنهم يوصلوا لها، لكن برضه ما كانش فيه أي أخبار، لحد ما في يوم راحت صفاء لبنتها وقررت تطلع على شقة بنتها على طول من غير ما تعدي على شقة عبد الستار ومراته. وفضلت ساعتها قاعدة تخبط على الباب، لكن مفيش حد فتح لها، على الرغم من إنها كانت سامعة صوت جوه الشقة والنور مضوي. وفي وسط ما هي واقفة بتخبط واتفاجئت بإن إخوات يوسف البنات طلعوا لها وسألوها عن السبب اللي خلاها تيجي، على الرغم من إنهم قالوا لها إن وقت ما يبقى أخوها ومراته فاضيين هيكلموها عشان تيجي تزورهم. فزعقت صفاء وقتها وقالت لهم إن اللي بيحصل ده مش طبيعي، وإن بنتها متجوزة بقالها شهر ونص وهي ما شافتهاش غير أول أسبوع بس من الجواز، ومش طبيعي يعني إنها قاعدة كل ده معاهم ومش بتسأل عن أهلها. لكن ردت عليها واحدة منهم ساعتها وقالت لها إن كل ده ما يهمهمش، وإن أهم حاجة إن أخوهم ومراته مبسوطين، لكن سواء بتسأل عليهم أو ما بتسألش دي حاجة ما تهمهمش. وبعدين مش يمكن تكون ما صدقت اتجوزت وخلصت منهم ومن زنهم. فاتضايقت صفاء وقتها جدا ومسكوا في خناق بعض، وقالت لهم إنها مش هتمشي غير لما تشوف بنتها وتاخدها في حضنها وتطمن عليها. لكن صحيت في الوقت ده أم يوسف على صوتهم، وخرجت اتخانقت هي كمان مع صفاء وشتمتها بأبشع الشتايم، ومدت ايديها عليها وخدتها بعدها هي وبناتها وطردوها من البيت. ورجعت صفاء على البيت وقتها وهي مصدومة من اللي حصل، وفضلت مستنية رجوع جوزها في أسرع وقت.
وأول ما رجع من شغله وشاف شكلها سألها إيه اللي حصل، فحكت له صفاء ساعتها عن كل حاجة حصلت، وقالت له إنها لازم تشوف بنتها اختفت فين، لأن بعد اللي حصل هي شكت فيهم أكتر وتوغوشت على بنتها. فخاف عبد الحميد وقتها على بنته جدا، لأنه كان واثق من تربيته ليها وعارف إنها مستحيل ترمي أهلها وما تسألش فيهم كل ده. وقرر وقتها يروح يتكلم مع كبير العيلة عشان هو يتصرف له في الموضوع ويشوف السبب اللي مخليهم مخبين صفية عنهم. فطمنه كبير العيلة وقتها وقال له إنه هيشيع حد يجيب له عبد الستار عشان يتكلم معاه ويفهم الموضوع، وكمان عشان يجيب مراته وبناته ويعتذروا لمراته عن اللي عملوه فيها وهي كانت في إيدهم. ووافق عبد الحميد ساعتها وفضل قاعد في بيت كبير العيلة لحد ما يشوف إيه اللي هيحصل. وشيع كبير العيلة ساعتها لعبد الستار، واللي وصل بعدها بحوالي ساعة، وقعدهم كبير العيلة وقتها قدام بعض بعد ما طلب من عبد الحميد إنه يهدى وما يتعصبش أيا كان اللي هيحصل، وده لحد بس ما يقدروا إنهم يعرفوا مكان بنته. ووافق عبد الحميد وقتها وسأل كبير العيلة عبد الستار عن السبب اللي مخليهم مانعين أهل صفية من إنهم يشوفوها، لكن أنكر عبد الستار ساعتها كل ده وقال إن بنتهم هي اللي طلبت ده وهم مالهمش أي ذنب. فكدبوا عبد الحميد ساعتها وقال إنه مربي بنته أحسن تربية ومستحيل تكون قالت لهم إنها مش عايزة تشوفهم. لكن قالوا عبد الستار ساعتها إنه يحكي له الحكاية من الأول، وهي إن للأسف بنته تعبت جدا من أول أسبوعين جواز وما كانتش قادرة حتى إنها تقوم تجيب لنفسها أو لجوزها كوباية مية، لكنهم ما كانش عندهم مانع وخلى بناته ومراته يخدموها برموش عينيهم وما رضيش إنهم يعرفوهم باللي بيحصل عشان ما يقلقوش عليها، وخصوصا يعني لأنها بقت خلاص واحدة منهم. وقالوا إنهم هيصبروا لحد ما تبقى كويسة، وكمان كانوا بيخافوا ساعتها إن أهلها يشوفوها لا يحسبوا إنهم عملوا فيها حاجة. ولما عدى وقت على الموضوع ولقوا إن صفية بقت بتتعب كل يوم أكتر من اللي قبله بدل ما تخف، قرروا ساعتها يروحوا عشان يكشفوا عليها عند دكتور متخصص زميل يوسف ابنهم، واتفاجئوا ساعتها بإنها حامل واتبسطوا وقتها كلهم جدا، لكنهم لقوا إنها بتطلب منهم إن محدش يجيب سيرة موضوع الحمل ده لحد، وإن هي كمان هتخبي عن أهلها لأنها بتخاف من الحسد جدا، وخصوصا من عين أمها لأنها دايما بتحس إن عينيها وحشة وبتحسد أي حد من قرايبهم على أي حاجة جديدة. وقالت لهم إن لو أي حد منهم يجي يسأل عليها يبقوا يقولوا لهم إنها نزلت مع جوزها ولا راحت لأي مكان لحد بس ما تولد بالسلامة وتبقى تفاجئهم. وخلص عبد الستار وقتها كلامه، لكن كدبه عبد الحميد وقال إن بنته مستحيل تعمل اللي هو بيقوله ده، وإنها أكيد مش هتأمن لناس عرفتهم 3 شهور ومش هتأمن لأمها زي ما بيقول. لكن قال عبد الستار ساعتها إنه عمل اللي عليه وحكى له الحكاية من أولها، على الرغم من إن لو صفية عرفت إنه قال له هتزعل منه جدا. فقال له عبد الحميد ساعتها إنه يصدقه في حالة واحدة بس، لو خلاه يشوف بنته وسمع الكلام ده منها بودانه. لكن اعتذر له عبد الستار وقال له إنه هيخاف يعمل كده لمرات ابنه ومحافظه تزعل منه. فمسك عبد الحميد وقتها في خناقه ونسي كل اتفاقه مع كبير العيلة واللي اتضايق منه وقتها جدا، لكن ما اهتمش عبد الحميد بكل ده، وقرر وقتها يخرج من عندهم ويطلع على شقة بنته ويعمل ساعتها اللي مراته ما قدرتش تعمله، وخد معاه ساعتها ولاد اخواته كلهم. واول ما وصل على هناك طلع على شقة بنته ومحدش من اللي موجودين قدر يوقفه، وفضل يخبط على الباب وهو بيطلب من بنته تفتح له لانه كان شايف ان النور شغال وكان متأكد ان في حد جوه، لكن محدش فتح له برضه. فقرر عبد الحميد وقتها يكسر الباب واللي يحصل يحصل، وفضل ساعتها يزقه ويخبط عليه وهو بيزعق، والناس كلها اتلموا في الشارع بيشوفوا اللي بيحصل، لحد ما قدر عبد الحميد ساعتها انه يكسر الباب ودخل جري وقتها وفضل يدور على بنته زي المجنون. وللأسف في الوقت ده لقى عبد الحميد بنته وهي محبوسة في أوضة وشكلها مبهدل ومضروبة وعندها جروح في كل جسمها، واتصدم ساعتها من حالتها وجري عليها. وأول ما صفية شافته فضلت تعيط على حالها، وحاول ساعتها يتكلم معاها عشان يقدر يفهم اللي حصل لها، لكنه لقى إن بنته مجروحة في لسانها ومش قادرة تتكلم وما كانش مصدق اللي هي فيه، فخدها ونزل وقتها من الشقة. لكن في نفس اللحظة ظهر يوسف اللي كان عايز يمنع عبد الحميد من إنه ياخد صفية، وقال وقتها إنها مراته مش مسموح لها تروح في مكان من غير إذنه. لكن الناس اللي في الشارع لما شافوا حالتها اتلموا على يوسف وفضلوا يزعقوا له عشان يسيب الراجل ياخد بنته ويمشي. وقدر عبد الحميد وقتها ياخدها وطلع بيها على أقرب مستوصف، واكتشف وقتها إن بنته طول الفترة اللي فاتت كانت بتتعرض للضرب من جوزها، ده غير إن لسانها ملسوع بسكينة، وبسبب الموضوع ده مش هتقدر تتكلم مرة تانية، وحتى ما كانتش عارفة تتكلم مع أبوها ولا تحكي له اللي حصل معاها، لكن كل حاجة كانت باينة عليها وما كانتش محتاجة أي كلام. فقرر عبد الحميد وقتها ياخد بنته والتقرير اللي بيثبت فيه حالتها ويقدمه في اسم الشرطة، واللي طلبه وقتها من صفية تكتب كل اللي حصل معاها.
وبما إن صفية اتعلمت القراية والكتابة في الكتاب، كتبت وقتها إن جوزها كان بيضربها وبيعنفها طول الوقت هو وأخواته وأمه لو عملت أي غلطة صغيرة في أي وقت، وحرقوا لها لسانها لأنهم ما كانوش عايزينها تتكلم أو تحكي أي حاجة من اللي بتحصل معاها، أو حتى تقدر تستغيث بحد من جيرانها. ده غير إنها اكتشفت بعد جوازها من يوسف إن يوسف اتجوزها بغرض إن يعمل عليها أبحاث ويخليها تجرب الأدوية اللي بيخترعها بدل ما يجربها على الحيوانات. وكانوا فاكرين إن موضوع الحمل اللي ألفوه ده أهلها يصدقوه، وكانوا ناويين إن بعدها بفترة صغيرة يقولوا إنه خدها وسافر، وده بعد ما يكون اتأكد من خلطة الدواء اللي بيجربها عليها. لكن للأسف ما كانش في أي دليل يقول إن أهل جوزها أو جوزها هم اللي عملوا فيها كده، خصوصا لأن كلهم شهدوا وحكوا حاجات تانية خالص. وإن صفية بعد ما اتجوزت وهي بقت مخيفة وبتصحى بالليل فجأة وبتفضل تعنف في نفسها، وإنهم متأكدين إن عليها عفريت وهو اللي بيخليها تعمل كل الحاجات دي. وأكدوا كلهم ساعتها على كلام بعض، وما تعرفش ازاي ده حصل، لكن كلهم خرجوا منها براءة لعدم كفاية الأدلة. وقرر يوسف ساعتها يطلق صفية، وقال وقتها إنه مبقاش مستحمل إنه يعيش مع واحدة مش طبيعية أكتر من كده. وعدى وقتها وقت لحد يوم 2 يناير سنة 1930 لما لقوا وقتها إن عبد الحميد داخل لمركز الشرطة، وكان ساعتها بيبلغ عن نفسه، وحكى إنه راح لبيت عبد الستار واللي المفروض إنه كان يسيبه من فترة قليلة فاتت، وكان واخد معاه مسدس قدر يجيبه من واحد بطريقة غير قانونية من فترة. وأول ما وصل على هناك فتحت له مرات عبد الستار، واللي عرف من بنته إن هي اللي حرقت لها لسانها عشان ما تقدرش تتكلم مرة تانية أو حتى تفكر إنها تستغيث. وقرر ساعتها إنه يقتلها وياخد حق بنته منها ويخلص الناس كلها من شرها ومن شر عيلتها كلها. وضربها فورا برصاص في دماغها، ووقعت قدامه ساعتها على الأرض وهي سايحة في دمها. وخرج بعدها ابنها الغندور اللي كان عامل نفسه طيب وغلبان على صوت الرصاص، وأول ما شافهم وقتها اتصدم وكان هيجري منه، لكنه لحقه هو كمان بطلقة في ظهره عشان يبقى يروح يخترع لنفسه علاج في جهنم. واتحكم بعدها على عبد الحميد بالأشغال الشاقة المؤبدة، ودخلت صفية مستشفى الأمراض العقلية عشان تقدر تتعالج من كل الصدمات النفسية اللي تعرضت لها.